ناس تربح بالاربعه وناس تخسر بالاربعه، والفهم يفهم. ريال مدريد فوز جديد على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1. ريال مدريد قدم مباراة جيدة جدا خاصة على المستوى الهجومي بتألق فينيسيوس جونيور اللي سجل هدفين من ركلتي جزاء تحصل عليهم هو بنفسه. وأيضا ريال مدريد تحسن على الجهة اليمنى بعودة ترينت ألكسندر أرنولد اللي قدم مباراة رائعة وأول مرة يلعب كأساسي منذ فترة بسبب الإصابة. قدم تمريرات ذكرنا بها بتوني كروس. الخطأ الوحيد اللي صار هو من دفاع دين هويسن اللي قدم مباراة سيئة على المستوى الدفاعي وأعطاه ضربة جزاء طريقة سيئة جدا، تقريبا أسوأ تدخل دفاعي شفته المدافع لريال مدريد من تقريبا 20 سنة. ريال مدريد تألق، ريال مدريد سجل 4 أهداف. فالفيردي، غونزالو غارسيا اللي يستغل أي فرصة تجيه في ظل غياب كيليان مبابي. غونزالو في أي مباراة يشارك فيها تقريبا يسجل. الريال في صدارة الليغا مؤقتا في انتظار مباراة برشلونة. لو تعثر برشلونة الريال ممكن يكون هو المتصدر، وممكن تصير لأنه برشلونة خارج من انتكاسة كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد 4-0.